صباح الأنوار، صباح الطيب لكل طيب. الناس الجميلة اللي كانت طالبة مننا حلقة عن العربيات الكهرباء BYD. يلا احنا النهاردة رايحين مشوار كده السادات عشان نشوف موضوع الطاقة الشمسية اللي اتكلمنا عليه ده، بنحاول نظبط لكم الدنيا في موضوع الطاقة الشمسية، وفي نفس الوقت هنتكلم عن BYD سونج بلس كهرباء 605 كيلو. العربية من جوه زي ما انتم شايفين كده طبلون، المنظر بتاعه ده كده بيحكي عن نفسه. طبعا الشاشة ديت العرض بتاعها، طبعا هي العربية دي بتمشي سرعة عالية جدا، يعني بتوصل معاك توصل ل 190 191 كيلو، ده الماكسيمم بتاعها يعني. تمام، ممكن اعللك سرعة برضو في نفس الوقت. طبعا انا ماشي كده على الايكونومي مش على السبورت، يعني لما نجيب السبورت بتاعها لا انت بتقطع 100 كيلو في 5 ثواني، يعني من 0 ل 100 كيلو في 5 ثواني او 5 ثواني ونص تحديدا. بصراحة BYD انت يعني انت راكب مكوك فضائي، يعني حتى جوه الكراسي الوسع اللي في العربية، الكراسي اللي ورا لو شفت الوسع بتاعها عامل ازاي، قاعدة مرتاحة جدا. طبعا سخن وبارد في الكراسي، سخن في الطارة. تمام، المرايات نفسها سخن وبارد، بحيث لو في شابورة ولا حاجة عليها مثلا في الشتاء فانت بتشغلها كده سخن على المرايات، تقوم تنزل الشابورة عشان ما تمسح بتاع. خلينا في الفايدة بصراحة اللي جاي كله بالنسبة لمصر والمستقبل، العربيات الكهرباء ايا كانت بقى ID4 BYD، اي حاجة في الكهرباء عموما. يعني النهارده انت بتشحن عربية زي كده بتشحنها على محطة الشحن عندك في البيت، نهار ما تيجي تحسب الشحن بتاعها على عداد الكارت مش مكلفاك 100 جنيه شحن يعني. تمام، هتشحنها في المحطة حوالي 170 180 جنيه فول تانك الشحنة كلها، تختلف حسب الساعات طبعا بتاعت البطارية. ولكن انا انصح اي حد عايز يجيب عربيات كهرباء ما تقلش عن ال 605 كيلو 620 كيلو، ما تقلش عن كده، لان في حاجه يا جماعه احنا بنجري اهو. يعني مثلا طريق زي ده مفتوح معايا اسكندريه الصحراوي، فانا هجري 120 هجري 140 150 ولا بتاع، فزي البنزين بالظبط، كل ما فتحت للعربيه في الجري كل ما كانت بنزين، هي نفس القصه كل ما كانت كهرباء. فهتلاقي 605 كيلو دولت على فكره في السفر ممكن يرسوا على 400 كيلو بس، يعني 605 كيلو في السفر، عشان ما حدش يروح ياخد الكلام مني ويتشجع للشراء وخلاص وانا مبقاش مفهمه حاجه. لا، انا قايل له اهو بما يرضي الله، العربيه اللي معايا ديت BYD سونج بلس 605 كيلو. انا مش طالع اجربها وبس، انا كده هي معايا بقى لها 3 شهور 4 شهور، يعني مشيت بيها دلوقتي 4600 كيلو، ما زعلتنيش في حاجه. هي 4670 يعني احنا داخلين في 4700 كيلو اهوت. لا هي ما زعلتنيش في حاجه والله، ازت من المساحات بنحطها وخلاص، والدنيا حلوه وتمام وزي الفل. بس احنا يا جماعه في السفر انت راجل ماشي بعربيه 605 كيلو هترسى معاك على 380 400 كيلو، نبقى واضحين، لان انت طالما انت عديت ال 100 كيلو. بص، لو انا عارف لو انا ماشي على سرعه 100 كيلو او اقل هتديني ال 605 كيلو مظبوطين بل وزياده، الحق يتقال اهو. طيب عارف لو مشيت على 120 مش هتديني مثلا 420 كيلو. طب لو طلعت بقى فوق ال 120 عند ال 140 وال 150 وال 180 والكلام ده يا باشا، لو ادتني 380 كيلو يبقى يعني نبص ايدي وش وظهري في السفر الطويل اهو، عشان محدش يخبط مشوار ويتورط في العربيات الكهرباء. وخلي بالكم الكلام ده كله محدش يقعد يقول لك بقى العربيات دي مختلفة عن دي، ودي اصلها تكنولوجيا ايه، ودي مش عارف. كل الكلام ده في الفاضي، علشان دي قوانين فيزيائية في الاخر. انت بتضغط على الاكسلراتير فده هيدي لك بيعلي الانفرتر بتاع العربية، فبيسحب كهرباء عالية من البطاريات،
فالسحب في البطاريات ديت هيخلي البطاريات تسخن ويبقى فيه معدل فقد عالي. وبعدين لما انت هتشغل نظام السبورت في العربيه معناها ان انت شغلت كامل ملفات الموتور الدي سي اللي بيشغلها، فالملفات دي كلها هتستهلك طاقه، سواء بتديك بيها دوران بقى، بتديك بيها سرعه، ما بتديكش، هي بتاكل وخلاص. وطبعا طالما فيه سخونه في البطاريات بتفقد اعلى، فيه سخونه في الموتور ملف سخن بيكون برضو الاستهلاك اكتر. فده اللي بيحصل لما بتعمل سرعه على العربيات. واحنا بنقولوها اللي مستعجل، لو انت مستعجل وراك مشاوير طويله، شغل طويل، لا ما تجيبش عربيه كهرباء. يعني بتطلع سفر على طول وراجل مستعجل بتحب تجري، ما تجيبش عربيه كهرباء. لكن لو انت سفرك مثلا مصر اسكندريه، اقصى طول ممكن تمشيه مصر اسكندريه مثلا او ما شابه ذلك، لا يا باشا روح اشتري عربيه كهرباء وانت في بطنك بطيخه صيفي. انا لا ببيع عربيات كهرباء ولا بسوق لها ولا غيره، انا بنتكلم على نصيحه بما يرضي الله حسب تجربتي في العربيه، بقى لها معايا 3-4 شهور دلوقتي. فبنقول للناس الواقع والحقيقه بتاع العربيات الكهرباء، عشان اللي ياخد قرار شراء للعربيات الكهرباء يعرف هو بيعمل ايه. لو انت راجل سفرياتك طويله، الصعيد وما شابه ومنصوره ودمياط والحاجات البعيده ديت كده، يعني اي حاجه ابعد من مصر اسكندريه ما تشتريش بقى. يعني انت هتروح مشوار ابعد من مصر اسكندريه ما تشتريش، او بقى تروح تشتري قدره 1200 كيلو، يعني هو في منها قدره تمشيك 1200 كيلو في الشحنه، تمام؟ فدي برضو يعني ايه ترجع لك. طب احنا بنتكلم بقى لو ماشيين مشاوير عاديه، لو انا حتى ماشي سفر بس ماشي 100 كيلو، لا انا هاخد الشحنه كامله فعلا، يعني هاخد ال 605 كيلو او ال 1200 كيلو لو انا حسب الساعه اللي لو جاي مثلا عربيه 420 كيلو مده السفر بتاعها على الشحنه الواحده فيها، لا هيديها لي لو انا ماشي 100 كيلو أو في الساعه او اقل السرعه يعني، طالما زودت خلاص. طيب عارف بقى لو انا ماشي داخل المدينه ماشي بالراحه، لا العربيه بتشحن معاك. يعني ال 600 كيلو دول تمشي بهم في المدينه كده ممكن يا باشا يوصلوا فعلا لحد 700 كيلو. ليه؟ كل دوسه فرامل لمطب بتشحن. انت بتجري فهوب رحت مهدي بتسيب الاكسلاتير خالص بتشحن، يعني بتمشي بالسالب. زي ازاي؟ ممكن تجيب الكاميرا هنا كده، بص اوريك حاجه. بص انا ماشي 110 كيلو اهو، هات انت جايب باينه معاك، جاي 110 112 اهو. بص انا هسيب رجلي خالص، هتلاقي بتعد بالسالب تحت. بص ماينس 18 كيلو اهو، بتعد بالسالب، مع ان السرعه زي ما بص السرعه بتنزل فوق وهي تحت تعد بالسالب. كل اللي بيتعدى بالسالب ده شحن، ما بياخدش حاجه من البطاريه بل هو بيشحن كمان، تمام؟ فاللي بيحصل بقى وانت ماشي على البطيء او ماشي في المدينه، بتلاقي العربيه بتستهلك منك وتشحن، تستهلك وتشحن، فتلاقي ال 600 كيلو يرسى على 700 650 يعني بالزياده اهو. طبعا لو انت رايح برضو مشوار من العمريه مثلا اسكندريه كده لحد ابو المطامير كفر الدوار، السكك اللي هي فيها مطبات ومكسره والاماكن دي كلها، كل ده بيشحن معاك، كله بيشحن معاك، كله يوفر معاك في الاطوال يعني. العربيه تقيله جدا على فكره، العربيه عامله وزن عالي جدا واصله لحوالي 3 طن تقريبا، علشان طبعا البطاريه تقيله. بتيجي تاخد المطب بقى بتحس ان العربيه محمله، تحس العربيه محمله. بالنسبه للعربيه بقى والماتيريال، لا العربيه من جوه الفينيشنج بتاعها، لو هنجيب الابواب كده وده كده، لو يعني شوف الفينيش بتاع العربيه، مش هشرح لكم فيه كتير، ده حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه خامات عاليه جدا، والكراسي خاماتها عاليه جدا، العربيه واسعه معاك. الصاج بتاع العربيه على فكره محمل، العربيه شاسيه محمل، العربيه عظمها ناشف، العربيه عظم ناشف فعلا، حاجه كده تحس ان انت فاكرين اللاده، هي ناشفه زي اللاده كده، حاجه عظمها ناشف فعلا زي اللاده، مش عربيه ورق، مش عربيه اي كلام. العربيه ديت فعلا هي كانت نزلت ب2 مليون ونص، وبعدين عملوا لها حكايه كده مع الصينيين، الصيني بيشتري العربيه وبعدين يرجع يبيعها للصاله، في الصينيين هناك الحكومه الصينيه بتخصم $10,000 لما تكون انت واحد صيني شاري العربيه، يعني غير سعر التصدير، فكانوا بيوفروا فيها 500,000، فكانت نزلت ب2 مليون وهوب عند 1,900,000، هوب طب 1,800,000 تقريبا، وصلت 1,700,000 دلوقتي او 1,650,000 في الحدود دي سعرها كاش. عايز اقول لكم ان العربيه ديت لا هي ما خدتش لسه قيمتها السعريه، العربيه دي تسوى 3 مليون جنيه، 3 مليون جنيه. البي واي دي اللي راكبها دي، مش بنحكي بقى عشان هي عربيته وبتاع الكلام ده والامراض النفسيه اللي هتطلع لي في الكومنتات، لا هي ما علينا، والناس كلها راكبه بي واي دي سونج بلس.
وناس كتير جدا راكبه الاي دي 4 وغيره بقى من انواع العربيات. ده في دلوقتي البي ام دبليو وفي مرسيدس وفي المايباخ، في حاجات كتير جدا كهرباء على فكره يعني، وعلى بلادها الاصليه واللي الصين مقلداه. تمام، كله شغال وكله 10 على 10. يعني بس المشكله في اللي اشترى عربيه كهرباء السعه بتاعتها قليله، يعني 300 وكسر كيلو ولا بتاع في الشحنه دي اللي ممكن تبين مشكلته شويه، ولكن يجوز ان هو جايبها عشان هو جايبها برضك من البيت للشغل، ما بيسافرش او كده فبتقضي. عربيات دي اقتصاديه جدا، مفيش توكيلات بقى تقعد تضحك عليك بقى في الصيانه كل 1000 كيلو كل بتاع ياخدوا منك فلوس والكلام الخربان ده كله مش هتلاقيه. ما فيش الكلام ده بقى. وفي منها ناس بتطلع بضمان وفي ناس ما بتطلعش بضمان حسب اللي عامل لها اماكن صيانه وكده، وهي كده كده لا عايزه صيانه ولا غيره. يعني العربيه ماشيه الحمد لله زي الفل، انت بس ايه السوق زي ما الناس بتسوق ومشي بالعقل زي ما انت ماشي بالعقل في اي عربيه بنزين وخلاص. اللي جاي بقى ان احنا اصلا عندنا قصور في منتجات البترول حاليا واللي جاي. فانت لما يبقى عندك عربيه يا باشا شغاله بالكهرباء، انت الكهرباء تقدر تحصل عليها من اي مصدر. يعني انت ممكن يبقى عندك طاقه رياح تشحن منها كهرباء للمكنه، ممكن يبقى عندك طاقه شمسيه تشحن منها كهرباء للعربيه. طاقه رياح تشحن منها العربيه ولا ايه؟ والشمسيه نفس القصه. كهرباء في البيت هتشحن، كهرباء من اي محطه تشحن. المحطات دلوقتي كلها فيها طاقه، فيها شحن كهرباء او معظمها، بس البروتوكول الصيني لازم تجيب الادابتور عشان اللي معمول البروتوكول الاوروبي. ولكن ابشروا ان البروتوكول الصيني هيتفعل قريب في المحطات كلها، وهينتشر شحن العربيات الكهرباء دي في المحطات بشكل رهيب وبسرعه الفتره اللي جايه بالذات. ولكن عايز اقول لكم انا بقالي العربيه معايا 3-4 شهور دلوقتي، انا لا شحنتها لا بادابتور ولا شحنتها في محطه ولا فتحت الفتحه بتاعت الشحن اساسا. انا بنشحنها من البيت، كارت ب 100 جنيه يا باشا في العداد، وصل الشاحن بتشحن العربيه فول تانك بال 100 جنيه. 100 جنيه نمشي بيهم ساعات، بنشحن في الاسبوع مرتين، في الاسبوع مره، الدنيا حلوه يعني. تمام، فمش محتاج يعني انا مش محتاج اصلا محطه، حتى لو عملوا محطات الدنيا كهرباء على الطرق والكلام ده كله انا مش محتاج. ولكن انا ممكن احتاجها امتى بقى؟ لما المحطات دي تكتر بقى. لو انا مسافر الصعيد مثلا من اسكندريه، هروح مثلا هوصل لحد المنيا كده ولا حاجه واشحن في قد ايه؟ في ساعه ونص. يعني نقعد ساعه كده، ساعه ونص، نرتاح ونشرب قهوه ونروق كده في المحطه، تكون عربيتي شحنت وخلاص. فهنا هيبقى ميزه ان اللي جايب عربيه بمدى قليل زي حالاتي كده 600 كيلو و420 و350 والكلام ده مش هتفرق بقى. ليه؟ لانك انت من العربيات تفضل منك تعدي على البنزينه تشحن وخلاص، مفيش حاجه. اما دلوقتي احنا موقفين الدنيا شويه في المدى القصير، وبننصح ببلاش المدى القصير. ليه؟ لو انت بتسافر كتير، عشان مش كل البنزينات فيها الشحن ومفيش بروتوكول صيني متفعل، فانت لازم تشتري ادابتور بحوالي 60,000 جنيه او 50,000 جنيه، الحاجه الكويسه قوي عشان تشحن بيها يعني. تمام. بصفه عامه انا بالنسبه لي برجح العربيات البي واي دي باي فئه من فئاتها، بي واي دي بالذات، عشان بي واي دي صاحب المصنع بتاعها اصلا انا بحسه راجل شبه حالاتي كده، لما بدأ حياته كده وابتدى واشتغل وقعد يعافر كتير جدا لما وصل للمصنع ده. وراجل اصلا شغله كان ابتدى بالبطاريات اللي هي البطاريه البي واي دي بتاعت التليفونات النوكيا والحاجات الصغيره ام زراير دي اللي كانت طلعت زمان. هو اللي بيصنع معظم بطاريات التليفونات من القدم يعني. فراجل عنده خبره واسعه قوي في صناعه البطاريات، سواء الليثيوم، سواء بقى اللي هي تكنولوجيا الحاله الصلبه، سواء البطاريات العاديه. لا الراجل ده محترف، صاحب شركه بي واي دي ده راجل مكحرت. بص ابتدى من الصفر، راجل كان اصلا يتيم ومش يعني كان ابوه وامه كل حاجه بس فقير، والدنيا معاهم رايحه في داهيه قوي. قصه الراجل بتاع شركه بي واي دي ده كان ابوه وامه ناس على قدهم خالص وبيشتغلوا في الفلاحه، فلاحين زي كده فاهمني. وبعدين حالتهم كانت صعبه قوي، وكانوا مش عارفين يعني العيشه ما كانتش مظبوطه، ومش عارفين حتى يصرفوا على التعليم، حتى هو نفسه ما هوش عارف يصرف على تعليمه ولا ابوه، فساب التعليم وبعدين رجع له تاني، فاخوه صرف عليه شويه. لما كمل تعليمه طلع من التعليم بعد التخرج بتاعه يعني، الراجل الحقيقه بدأ يعافر في الدنيا قوي ويهتم بمشروعه قوي كصناعه بطاريات.
بدأ يخش فيها واحدة واحدة من الصفر كده، تعاون مع أصدقائه وكبر شوية، والناس الكبار عنه بدأوا يقصقصوا ريشه، والمنافسين بدأت تخبط فيه، خسر ورجع ابتدى من تاني. خد مرحلة حياة ما يعلم بها إلا ربنا، لحد ما وصل فعلا إنه يطلع عربية بالفينش ده. وبدل ما كان بيصنع بطاريات تليفونات، دخل ان هو يصنع دلوقتي بطاريات مش هنقول لجميع شركات السيارات الكهرباء في العالم كله، هو لمعظمهم واكثرهم. راجل عدى منافسه تسلا بمراحل دلوقتي. تسلا يا باشا القوى الامريكيه بحالها يا باشا، ايلون ماسك بجلاله قدره بقى BYD اعلى منه في المنافسه، في السعر، في التكنولوجيا، في الاوبشن، في القوه، في الحاجات دي كلها. الراجل ده بصراحة راجل المفروض يتعمل له تمثال في كل ميادين الصين. الراجل صاحب شركة BYD ده راجل مكافح ومكحرت بشكل غير طبيعي. المهم هو حتى اول ما صنع العربيات دي على فكرة كانت فاشلة برضو معاه في الاول. اول ما اشتغل كده كان تقريبا في سنة 2005 على ما اتذكر، عمل كام عربيه برضو كهرباء كده وبتاع، كان لها مسميات تانية وما مشيتش قد كده، كانت مشكله بطاريه. فهو قعد يطور في البطاريه، يطور يطور يطور، لما وصل معلش انت النهارده معاك بطاريه 87 كيلو في العربيه، بتشحنها في ساعه ولا في ساعه ونص، لو من البيت بتشحنها في 8 ساعات 10 ساعات على الشحن البطيء اللي هو 5 كيلو وات 6 كيلو وات لحد 6.5 كيلو 7 كيلو اقصاه. فخلاها تاخد 10 ساعات شحن في عربيه 87 كيلو يا جماعه DC. انت بتهزر يا عم؟ ده انت عايز لك شهر عشان تشحنها. لما يوصل بها لكده ده ابتكار. طب لما يعمل لها تبريد بقى، نظام التبريد بتاعها بقى والعربيه مهما تسخن معاك او البطاريه او تقرص عليها ما يحصلش انفجار في البطاريه، حتى لدرجه انه عملوا لها اختبارات ان هم بقى يعدوا تريلات عليها ما تنفجرش، بقوا يضربوا فيها مسامير كده بالشواكيش ما بتتفجرش. عدوا عليها تقريبا قطر، يعني عدوا على البطاريات بتاعت العربيات ديت قطر ما حصلهاش انفجار. طبعا في عربيات تانية بماركات تانية بطارياتها فيها مشكله، مش هنذكر اسامي بقى عشان احنا مش هينفع نشوه حد. بطاريتهم فيها مشكله، يعني ممكن مطب جامد خبط في البطاريه من تحت، حصل تطبيقه في البطاريه بوم انفجار. في حاجات زي كده. لكن في BYD يا باشا انسى يا باشا، بطاريات BYD يا باشا هات مرزبه واضرب فيها مسمار او اضرب فيها سنبك من اول البطاريه لاخرها، يعني يخرمها ويعدي من الناحيه الثانيه ما بتنفجرش وما بتسخنش، ومع ذلك هو عامله الاحتياط بتاعها والتبريد والكلام ده كله. فلا اي حاجه في BYD بصراحه لا يتضرب لها تعظيم سلام والله بامانه. احنا هنركن على جنب بقى كده شويه، هنكلمكم في حاجه تانية بعد الفيديو ده ان شاء الله. اقفل يا باشا عشان احنا مش عارفين